دايما اصعب حاجة في ان انت تقوم تذاكر او ان انت تقوم تشتغل هو البداية. اصعب حاجة ان انت تاخد الخطوة كده وتقوم من مكانك وتقول انا هقوم اذاكر او انا هقوم اشتغل. هي دي دايما بتكون اصعب حاجة، وعلى فكرة دي اصعب حاجة في اي حاجة في الدنيا. يعني انت هتلاقي العربية مثلا عشان تحركها من مكانها هي اصعب حاجة الطلعة الاولانية. الطيارة نفس الكلام، يعني الطيارة بتستخدم كمية وقود كبيرة جدا عشان بس تطلع من على الارض ويعني تبدأ ان هي تطير في الجو. فدايما الصعوبة بتكون في البداية، وده لان عقلك هيحس ان الموضوع ضخم وهيحس ان في مشكلة كبيرة، فهيحاول ان هو يسوف لان هو مش عايز يخرج من الراحة اللي هو فيها، فهيحاول ان هو يسوف ويقولك طب خلينا كمان شوية، طب لما تيجي الساعة 1، لما تيجي الساعة 2، لما السحابة دي تعدي، الكلام الجميل اللي كلنا بنعمله ده، وانت عارف ان اخرتها انت ما بتعملش اي حاجة. ففي الفيديو بتاع النهاردة هقولك ازاي بقى تتغلب على الكلام ده كله، وازاي الموضوع بالنسبه لك يبقى ممتع وسهل، ايا كانت بقى مذاكره، شغل، اي حاجه انت عايز تعملها، ازاي تقوم تعملها على طول ويكون الموضوع بالنسبه لك لطيف وعقلك يستوعبه ويكون مستمتع بده. فتعال نشوف الفيديو بتاع النهارده، بس ما تنساش بقى انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ويلا بينا. مبدئيا كده الموضوع بكل بساطه احنا هنتكلم عن البومودورو تكنيك. بومودورو يعني طماطمايه. طيب هو اللي اخترعها كان واحد ايطالي، كان يعني استخدم التايمر بتاع المطبخ، كان عنده تايمر كده على شكل طماطمايه فسماه بومودورو تكنيك. ببساطة احنا بنحدد مهمة واحدة هنقوم نعملها. يعني احنا بنحدد مثلا ان احنا هنقوم نذاكر المادة الفلانية، او ان احنا هنقوم مثلا نمنتج الفيديو الفلاني او نشتغل الشغل الفلاني. انا شخصيا بعمله في المونتاج، يعني لما بحب ان انا مثلا هصور فيديو او همنتج، او عميل مثلا طالب مني شغل هعمله، فبحط الموضوع ده لنفسي اللي احنا هنتعلمه مع بعض دلوقتي. بقوم جاي محدد المهمة اللي انا هعملها او الحاجة اللي انا هقوم اعملها، وبستخدم بقى البومودورو تكنيك. عبارة عن ايه باختصار؟ البومودورو تكنيك انا بحدد المهمة دي وبخصص لها 25 دقيقة مش اكتر من كده. بظبط التايمر على 25 دقيقة. وهنا بقى في تركات صغيرة. حاول دايما ان انت في التايمر ده ما تستخدمش موبايلك. ليه ما تستخدمش موبايلك؟ لان انت لما هتستخدم الموبايل وتيجي تظبط التايمر انت غالبا هتتسحل في اي حاجة تانية وتسيب الشغل اللي انت شغاله او المذاكرة اللي انت قايم عشانها. فلو انت عندك سمارت ووتش، لو عندك ابل ووتش مثلا، اي ساعة من اي شركة تقدر ان انت تظبط التايمر عليها هيكون افضل. وعود نفسك دايما لما هتقوم تعمل الحاجة دي، قبل ما تعمل اي حاجة لازم تعمل الايربلين او الدونت ستيرب لو انت الجهاز بتاعك ايفون. طيب دلوقتي انت رحت وعملت التليفون بتاعك ايربلين، رميته بره وقعدت عشان تشتغل. طب لو افترضنا ان مذاكرتك او شغلك اصلا على اللاب، يعني لو انت اساسا هتستخدم اللاب او هتستخدم الموبايل، فحاول ان انت هتلاقي في الجهاز بتاعك حاجه زي الدونت ستيرب كده في الايفون، في الاندرويد موجوده. يعني انا مش عارف بالظبط هي اسمها ايه لان هي بتختلف من شركه للتانيه، ولكن حاول ان انت تفعلها واقفل النت خالص. يعني لو في امكانيه انك تقفل النت، اقفل النت تماما وابدا ان انت اشتغل. طيب هنعمل ايه بقى؟ جبنا التليفون قفلناه ورميناه بره. لو انت بتستخدمه اعمل زي ما قلنا كده من شويه. بعد كده هتيجي هتظبط التايمر بتاعك، يا ريت لو ساعه من بره، لو عندك حتى ساعه عاديه، ساعه من اللي هي الساعات الرياضيه دي تمام، سمارت ووتش تمام. هتظبط التايمر بتاعك على 25 دقيقه، ويا حبذا كمان لو التايمر ده مظبوط على منبه او مظبوط على ساعه هي ما بتقدمش اي حاجه غير ان هي ساعه. ده عشان على قد ما نقدر بنقلل المشتتات. عملت كل اللي فات ده، ابدأ بقى اشتغل 25 دقيقة ومفيش اي حاجة تشتتك عن ال 25 دقيقة. وخلي بالك لو في حاجة خرجتك او انت شتت نفسك في عقاب، وهو ان انت هتعيد ال 25 دقيقة دول من الاول. طيب خلصت ال 25 دقيقة بتوعك والدنيا تمام، عندك 5 دقايق تاخد نفسك شوية. كل 4 جولات، يعني انت قعدت 25 دقيقة خدت 5 دقايق، 25 دقيقة 5 دقايق، 25 دقيقة 5 دقايق، 25 دقيقة 5 دقايق. بعد ال4 جولات دول انت ممكن تاخد لك نص ساعة كده تريح نفسك يعني تعمل اي حاجة تانية بره عن الشغل وعن المذاكرة. الموضوع انت ممكن تحسه تافه، بس هتحس بالانتاجية بتاعته بعد ما تعمل مثلا جولتين 3. هتلاقي نفسك، يعني انت متخيل مثلا عملت جولتين اللي هم ساعة تقريبا، الموضوع كان بسيط بس انت ما حسيتش بيه. هتلاقي نفسك مثلا بعد ما قعدت 4 جولات انت داخل في ساعتين. لو كنت حطيت لنفسك بقى ان من البداية كده انا هقعد اذاكر ساعتين او انا هقعد اشتغل ساعتين، ده ما كانش هيحصل. دماغك كانت هتقولك طب ما تخلينا كمان شوية، طب لا احنا نقوم نعمل كوباية شاي عشان ايه نظبط الكلام. كانش هيحصل وما كنتش هتنتج اي حاجة. فهو الموضوع ممكن يبان تافه بس هو منتج فعلا،
انت فعلا لما تحققه هتلاقي نفسك انتجت وانجزت. وعايز اقول لك ان انت لو قعدت وقت طويل اصلا ورا بعض، يعني انت مثلا خدت الخطوه ان انت هتذاكر ساعتين او هتشتغل ساعتين، ولنفترض ان انت قمت فعلا من مكانك وعملت ده، انت فعليا مش هتستفيد بالساعتين، انت هتيجي عليك بعد نص ساعه هتلاقي نفسك خلاص هنكت، او بعد 45 دقيقه بالظبط حسب الدراسات، بس يعني الموضوع بيختلف من حد للتاني. ولكن هتلاقي نفسك في متوسط ساعه الا ربع انت خلاص تركيزك راح، نسبه تركيزك نفسها قلت، الكيرف بتاع التركيز بتاعك وقع، وانت ما استفدتش بالباقي الوقت ده. فانت قعدت ساعتين صحيح، ولكن فعليا انت استفدت بنص الوقت ده. لكن لما تاخد كده 25 دقيقه وتريح، تاخد نفسك 5 دقايق وبعدين 25 دقيقه وتاخد نفسك 5 دقايق، هتحس ان الموضوع ممتع، وهتحس ان انت انجزت، ومش هتحس بصعوبة الموضوع، هتحس ان الموضوع لطيف وكان سهل وبسيط بالنسبة لك. فهو الموضوع بسيط ولكن فعال، ويا ريت تعمله بره عن الموبايل، يعني شوف اي حاجة تانية اظبط عليها التايمر عشان ما تشتتش نفسك. اتمنى تكون استفدت اي حاجة، واتمنى ان الفيديو يكون فادك. لو استفدت اي حاجة ما تنساش بقى انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وصبح ولا مس كده حط لي كومنت، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.